كنفكر بان اليهود غير جاو هنا للمغرب، الا جاو في الايام الشلوح غير كانوا شلوح، او جاو التاريخ كيقول بان اليهود جاو للمغرب في ايام سيدنا سليمان، اي منذ اكثر من 3000 عام، وجاو مع الفينيقيين واستقروا هنا في المغرب. الاستقرار ديالهم الاثبات الحجه كنجبروها في مولاي ادريس زرهون في القرن جوج بعد ابخي جيزو كري. كنشوفوا بان هناك واحد الكتبه على واحد الحجره ديال واحد الميت ومكتوبه بالعبريه. اذا اليهود كانوا هنا قدام هنا في المغرب. فوق حتى الكلمه صفروا ما عندهاش واحد التفسير لا بالعربيه ولا بالشلحه. التفسير ديالها صفروا يمكن كلمه يهوديه عبريه كتقول لك بان صفروا سيبرو وصابرو، عاودوا او حسبوا. نور ما دخل الاسلام اللي كانوا كيحميوا اليهود هنا في الملاح الوحيد في المغرب الذي يوجد داخل المدينه. الا تشوف الملاح تسفرو مطور بالسكان مسلم باش ما يخليوش، حيت كان بلاد السيبه وكانوا كيجيو يدابزوا ولا بغاو يدخلوا على شي حاجه كانوا كيحميوا اليهود. هما المسلمين هما الولاء اللي كابطين بحال شي حيوط ديال مولاي اسماعيل ولا هذا هما اللي كانوا. الا مشيتي لفاس ما تمشيش تجبر الملاح خارج المدينه قدام قصر الملكي، ولكن مشيتي لسلا الرباط ولكن صفرو واحد. وكلمه اللي كيقولوا على صفرو لا المسلمين اليهود كيعيطوا لهم ولاد مصيصه. شنو هو ولاد مصيصه؟ كتخرج اليهوديه كتمشي للمارشي كتعطي لولدها ديالها المسلمه وكتردو، المسلمه عاود كتخرج للمارشي كتعطي اليهوديه ديك التربيه وكترجعوا عليها. كيقولوا الناس ديال صفرو ولاد مصيصه. دونك هذا هو صفرو تكون كانت فيه اكثر من 40% في 1950 السكان ديالها كانوا يهود. إذا صفرو كانت كتحسب 12000 سكان كانت 5000 أو 6000 يهود و 6000 مسلمين، وكانت في أيام الاستعمار واحد 500 ديال الفرنسيين اللي كانوا هنا مستقرين هنا في بلاد صفرو، وكانوا مخدمين في التجارة وخدامين في الخارج ومعيشين المنطقة. ما كاينش اللي ما كانش عنده دهايب يهودي او مول الزربيه يهودي او الحفاف ديالو يهودي او المواكدي ماشي يهودي. كانوا عايشين وكثر سوق الخميس. علاش عاملين سوق الخميس ولا ماشي سوق الحد ولا سوق الاربعاء ولا سوق الجمعه؟ لان الخميس عندنا السبت، اليهود عندهم السبت كيسبتوا كيعملوا الخميس هما اليهود لانهم كيجيو التجاره كينفقوا وكانوا كيتاجروا مع السكان كاملين، لان الجمعه ما يقدرش والسبت خصو يثبت. دونك عاملين سوق الخميس اليهود المسلمين. حد الان الناس اللي خلقوا واخا خالقين في اسرائيل ولادهم كاين ناس اللي مزوجين غير بيناتهم نصفروا ثالثه ولا رابعه جينيراسيون مازالين صفريوين بيور، الدم ديالهم بيور وعايشين بحال الماكله ديك اللي جدودهم هذه 1000 عام كياكلوها في اسرائيل ولا في دارهم يعني. وكاين واحد البلاد صغيره قدام في اسرائيل موشاف بتي فيلاج سماه ياد رامبام، فيها الناس ديال صفرو ساكنين مع الناس ديال فاس، ولكن فارقين صفرو بوحدهم وفاسيين بوحدهم. مازال ذاك العنصريه هذه كانت هنا في المغرب مشات حتى هي لاسرائيل، ولكن التقاليد ديالنا الماكله الهضره بالعربيه. الناس القدام كيهضروا غير العربيه الدارجه اللي كنهضر معاك انا دابا باللفظ الصفريوي، لان اليهود هما مغاربه وما كاينش واحد الاستفتاء معمول على اليهود بوحدهم، غير كيكون الريسونسمون كيتعذر على المغاربه. في البطاقه التعريف الوطنيه ما فيهاش مكتوب لا يهودي لا مسلم. نقولوا حنا بان انا ما تعداش حتى 3000 يهودي مازال في المغرب. المشكل الاول هو المشكل ديال فلسطين واسرائيل. المشكل الثاني هما الناس كانوا كيمشيو الدراري كيمشيو يقراو برا وما كيرجعوش، والناس القدام ماتوا والصغار كيمشيو. كاين البلد فين الجاليه اليهوديه
ما بقات، بحال صفرو، بحال بني ملال، بحال الجديده. وشنو بقى؟ بقى غير العقارات اللي هما تابعين للاحباز اليهود، فيهم لا سيناغوغ الجامع، فيهم الروضه، فيهم شي املاك. هنا عاشوا بواحد التعايش وكثرة بين الاسلام والدين اليهودي. كاين عندنا اولا مسائل ومبادئ مشتركه. اولا عندنا المونوتيزم، اله واحد، الختانه، الصلوات، الصيام، الماكله، دي ممنوع دي ما ممنوعش، هادو مشتركين قراب بزاف. وهذا يمكن كان هو واحد الزربيه اللي خلات هاد اليهود وهاد المسلمين يعيشوا بالتعايش. الا جينا هنا نصفروا 90% ديال اليهود كانوا كيهضروا الشلحه، وكانوا كيخرجوا برا وكيديروا التجاره، وهما كانوا كاع العلاقه بين القبائل ديال العرب والقبائل ديال الشلوح. الا كان شي دباز ولا كان هما اللي كيدخلوا بيناتهم، وكانوا عاود اليهود محميين مع هذه القبيله كتحمي اليهودي، وهذه القبيله عاود كتحمي اليهودي. وقفتوا التقاليد بقات شنو هو؟ واش هذا كيمشي للجامع، يمشي للجامع، المسلم كيمشي للجامع ديالو، اليهودي كيمشي للجامع ديالو، ولكن الاساس هو الاحترام والثقه في ربي واحد والايمان